المصريين يجمعوا عشان رنجه مصريه. قبل كده من 3 سنين اللي كان متابعني من 3 سنين كنت في محل في الجيش ماشي، كان بيعمل اللي هي ايه الرنجه، لكن الرنجه اللي احنا نعرفها بتاعت مصر اللي هي ايه الرنجه الهولنديه اللي بتتعمل وبتتبخر وفيها مدخن وفيها بطاريخ. لقيتها فين بقى بالصدفه؟ في سوبر ماركت اهي دي الرنجه اللي هي بتاعتهم اللي هو السمك الماكريل ده، اللي انا كنت عملت عليه فيديو قبل كده من 3 سنين. اللي متابعني هيكون فاهم انا بتكلم في ايه. دي برضو رنجه، بس رنجه معموله بنوع سمك تاني اللي هو السمك الماكريل. اللي عارفين سمك الماكريل اللي في مصر اللي هو بيعملوه مشوي على الصاج، ده برضو بيبقى سمك حلو قوي. بس بالنسبه للرنجه السمكه بتاعتها اللي هي اللي جوه دي، اللي هي دي التانيه دي، لكن السمك ده ما بيبقاش حلو في الرنجه. في حد مصري عايش في البرتغال ماشي يقدر يجيب رنجه هولنديه زي رنجه اسمه السيد ولا السيد ولا مش عارف ايه، المهم يعني هي هو حد معروف في مصر بيعمل رنجه بصراحه يعني جامده جدا وفيها بطاريخ. طبعا انا من عشاق الرنجه، والشعب المصري كله كمان على فكره بيحب الرنجه قوي، يعني الاكله المفضله بتاعتنا بعيد عن الفسيخ بقى وبعيد عن الحاجات التانية دي مالناش دعوه بيها. على فكره عندهم هنا سردين اهو، في هنا برضو سردين بس برضو معمول ايه حاجات كده بطريقتهم اهي. في علبه اهي كوانتو 9 انا اشتريت اهو 3 حبايات تمام. ال3 حبايات دول وقفوا عليا بحوالي 9 يورو. رنجه كبيره مبطرخه زي ما احنا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. بصوا الرنجايه عامله ازاي، بصوا عامله ازاي. طبعا مش هينفع افتحها، ولكن رنجه مصريه 100%. طبعا هو سمك هولندي ولكن بيروح مصر في احد المصانع في مصر، وبعدين بيبقى بيخلل وبيتدخن بالطريقه ديت. ده ما حدش بيعمله غير في مصر. سوبر ماركت ميني ميكس تشتري رنجه، عشان الرنجه دي عندنا يا جماعه حاجه كده يعني ايه، لما تكون مش جعان ومالكش نفس للاكل ومالكش نفس لاي حاجه تقدر على طول ان انت اول حاجه بتفكر فيها ان انت تجيب حاجه كده تكسر بيها الاكل، فبتشتري الرنجه. ما بتتكلمش انجليزي، ما بتتكلمش، بتتكلم اوكراني او روسي، هتجيلها هنا هتظبطك. عندك رنجه كيلو 2 3 10 كيلو، مش هتقول لك لا. افتكرونا بالخير وما تنسوش تدعوا لنا. السلام عليكم. عليكم السلام.